النهارده هنتكلم عن أحداث مسلسل فريد الحلقة 48. أسماء بتقول لسونا إن جاي هاليس أغا، خدت التليفون من عمتك علشان نكلم أختك ونعرف منها الموضوع، خدي كلميها. قالت لها بلاش لأنها أكيد زعلانة مني. قالت لها لازم تكلميها يا سونا. كلمت أختها سيران وقالت لها أنت ليه مشيتي؟ قالت لها كان لازم أعمل كده علشان خاطر أسيبك في حياتك الخاصة، أنا زودتها عليكي كتير. كنا بنسأل ليه هاليس أغا جاي النهارده؟ قالت لها إن هو جاي علشان خاطر يحللك مشكلتك وإن إحنا كلمناه. وسونا طبعا كانت سعيدة جدا ومبسوطة وفرحانة إن فعلا هاليس أغا هيتدخل علشان خاطر موضوعها. وبيجي فريد وبيقول لسيران يلا بينا علشان نخرج وإنه هيفسحها النهاردة. بينما بنلاقي إن براك كان المفروض هو مع بلين وبيتكلم مع صديقه وبيقول له إن بلين موجودة هنا. وكمان بنشوف بعد كده بتيجي حبيبته اللي اسمها ياسمين وبتتفاجئ بلين بالشخص الغريب ده. بيسلموا على بعض وبيقعدوا. بتبعت صورة ليها هي وبراك لفريد. عابدين بيتكلم مع فريد وهو في العربية مع سيران وبيقول له على اللي حصل وإن يوسف هو اللي هرب سونا. وطبعا فضل يتكلم مع سيران ويقول لها إن حبيبك هو اللي هرب أختك وأكيد طبعا لسه بتحبيه. وقالت له مفيش حاجة من دي أبدا، أنت اللي فاهم غلط. بيروحوا بعد كده على محل البيتزا اللي موجودة فيه بلين وساعتها بيشوفها من بعيد. وطبعا مش بيعرف سيران إن هو جاي هنا علشان خاطر بلين وبلين أصلا ما خدتش بالها منه. وبيقعدوا بس بعد كده بيتفاجئ إن في شخص قاعد جنب بلين وبيتغاظ جدا وبتتريق طبعا عليه سيران وبتقول ان هما جايين 4 اهو، يعني مش ناقصهم حد. انا عايز اروح اسلم. قالت له تسلم على مين؟ دول قاعدين منسجمين خالص، يعني ماليش لازمه ان انت تروح تعكر صفوهم. قالت له طيب اتصل بيها شوف هتقولك ايه. بيتصل فعلا وبيفتح السبيكر لكنها مش بترد. فطبعا بيشك في بلين وبيروح علشان يتكلم معاها وبيتعرف على الناس الموجودين وبيبقى متغاظ جدا من بلين. قالت له انا عايزه اتكلم معاك. قال لها مش لازم اتكلم، مش عايزه اتكلم معاكي. وبيقول لسيران يلا بينا نمشي. دلعت عليه وقالت ان هي عايزه بيتزا. طلب لها بيتزا تاخدها معاها وتاكلها بعدين. بينما بنلاقي ان اغا وصل هو والايفي كات. كانوا جايين يتكلموا بخصوص موضوع سونا وان هما السبب في كل اللي حصل لها وفي سمعتها الوحشه وكمان في عدم جوازها لحد دلوقتي. وان هو خلاص هياخد سونا تحت حمايته وهياخدها في القصر وهيخلي عندها اوضه وهتبقى تحت حمايته هي وايفي كات. وكمان هيعلموها الاتيكيت وازاي تقدر تعيش في اسطنبول. وطبعا بيفرح اغا لما بيشوف كده وبيفرح ان الاغا هاليس هيتكفل ببنته وبيوافق على الفور. وبتيجي البنت وبتبوس ايد الاغا هاليس وكمان ايد افيجات وبتبقى سعيده جدا ان هي هتروح تسكن عند اختها هناك ومش هتسيبها ابدا. وهاليس بيروح على البيت وهو مرتاح ضميره وبيتكلم مع عيلته وبيديلهم بعض النصايح. وبتشكره جدا سيران بعد ما بيقول لها ان اختك هتيجي تعيش معاكي على طول وهتبقى معاكي دايما. وفريد بيقول لسيران يلا بينا على الاوضه بتاعتنا. بيروحوا الاوضه وبيقول لها المفروض ان احنا نجيب طفل. بيقرب منها بتبعد عنه. قال لها في حاجه مخبيه عني؟ في حاجه في الماضي مش عايزه تحكيها؟ قالت له مفيش حاجه زي دي. انت ازاي بتتكلم كده؟ قال لها امال ليه كل ما اجيب لك سيره الموضوع ده بتتغيري؟ وانا قلت لك ان خلاص يعني الاغا هاليس وفى بالوعد واحنا كمان المفروض نوفي بوعدنا ونجيب له الحفيد اللي هو عايزه. قالت له انا لحد امتى هقدر اقول لك ان انا مش عايزاك تلمسني ولا عايزه اكون معاك؟ لازم تفهم كده كويس. قال لها ليه؟ قالت كده انا مش حابه اي حاجه منك ويا ريت تبعد عني وتشوف حل في الموضوع ده زي ما بتشوف حلول في مواضيع التانية. وحد بيخبط عليهم. بتخلص الحلقه على كده والفيديو بيخلص. ده كان ملخص سريع لاحداث الحلقه 48 من مسلسل فريد. يكون عجبكم. اشوفكم على خير في فيديوهات كتير لمسلسل فريد. بحبكم كتير. باي باي.